يحكى أن مزارعاً ماكراً باع بئر الماء في أرضه لجاره بمبلغ كبير. في اليوم التالي جاء الجار ليأخذ الماء، لكن المزارع منعه قائلاً: لقد بعتك البئر، لكنني لم أبع لك الماء الذي بداخله. ذهل الجار من هذا المنطق العجيب وتوجه فوراً إلى القاضي ليشتكي. استدعى القاضي المزارع الماكر، وبعد أن استمع إلى القصة قال له: بما أنك تقول إن الماء لك والبئر لجارك، لديك خياران: إما أن تخرج كل مائك من البئر فوراً، أو أن تدفع له إيجاراً مقابل تخزين مائك في بئره. أدرك المزارع الماكر أنه وقع في شر أعماله، فاعتذر لجاره وأعطاه البئر بما فيه. تذكروا دائماً، قد تظن أنك الأذكى، لكن الحيلة والخداع لا تدومان، والحق دائماً يجد طريقه ليظهر. أتمنى لكم أسبوعاً مليئاً بالصدق والنجاح. وإذا أعجبتكم القصة اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من القصص الملهمة. شكراً لكم.